السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وفي كل حين. أهلا ومرحبا بكم متابعي نصائح المربيين. طبعا أنا آسف على الفترة اللي أنا اتأخرت فيها عليكم. بقالنا يجي 20 يوم منزلناش فيديوهات. الشغل بس كان ضغط معايا شوية، فمعذرة يعني. في حد كان طبعا طالب إن أنا إزاي احافظ على المكمورة من التلف وعباها في الكيس، والكيس بياخد حوالي قد ايه؟ اولا الكيس بياخد حوالي، ده الكيس اهوت مفروض اهوت ماشي، بياخد له حوالي مثلا من 80 الى 100 كيلو، وممكن يقل عن كده وممكن يزيد حسب كبسك انت. ده تقريبا، انا ما وزنتش بس هو تقريبا كده. تمام. لما نيجي نعبي الكيس بقى هنعمله زي ما انت شايف كده اهوت. هتتنيه لحد الربع كده، وهتعبي الشويه اللي في الاول دول على ايدك، يعني تعبيهم مثلا بجردل او تحط البتاع تميله وتعبيه ايه على الارض كده عادي. بعد كده بقى تبدا تنزل في قلب الكيس ماشي، وتضغط عليه لحد ما تحس ان تحتك بقى ناشف. يعني انت التنيك تضغط على الحاجه لحد ما تحس ان هو بقى ناشف، تقرص برجلك كده لحد ما تحس اللي تحتك، تحس ان هو بقى مبطط كده. ده الكبس الصح. تملى الازعاج من جميع الاتجاهات زي ما انت شايف برضو، من جميع الاتجاهات، من ناحيه دي ومن ناحيه دي، وتحاول ان انت تكبسه على قد ما تقدر. تنيك تعمل برجلك، وهوريك برضه اهوت، هوريها لك في الفيديو، يا رب تكون واضحه بس ماشي. التصوير طبعا اللي مصور عيل صغير، فمعلش بقى ايه تصويره على قد شويه. فبالتنيك تعمل برجلك كده حوالين البتاع كلها، تلف البتاع كلها برجلك، تضغط برجلك جامد اهو زي ما انت شايف بالطريقه دي بالظبط. تمام. انا معلش بقى، انا صورت الفيديو وطلع الصوت مش كويس، فحاولت ان انا ايه هظبطه بتسجيل تاني. المهم هنمشي زي ما احنا ماشيين كده لحد ما تتملي، وهيبدأ البتاع يرفع معاك واحدة واحدة. كل شوية تلاقي الكيس هيرفع معاك يرفع معاك لحد ما تبقى خلاص قربت تمليها خلاص. ولازم يكون حد معاك تمام، عشان ان هو يعبي لك بجردل او حاجة ماشي، يعبي لك لحد ما توصل للنهاية. طبعا بعد ما تكبس كويس وتبقى انت ظبطت الكيس بتاعك، هتعوزه انت تربطه. الربطه بتاعته مهمه جدا برضو، زيها زي الكبس يعني، الاتنين اهم من بعضهم. لو استغنيت عن حاجه فيهم يعني مش هتبقى حاجه كويسه ماشي. الربطه طبعا هوريها لك برضو قدامك اهوت، هوريك الربطه بتاعتها بقى الصح برضو، بحيث ان انت يبقى الدنيا معاك تمام من جميعه ان شاء الله يعني. واعرفك برضو لو في خرم في الكيس، لو الكيس انقطع منك او في حاجه حصلت فتحه ولا حاجه بسيطة، تعمل ايه وتتصرف ازاي. هنجيب حتة حبل برضو زي ما انت شايف، حوالي 60 سنتي 70 سنتي كده ماشي، من 60 ل 70 سنتي. ونجوزها مجوز، نخليها مجوز بلا طرفين كده. تمام. هنقرب بقى على البتاع عشان نحاول ايه اجيبها على قد ما اقدر. هنجوزها زي ما انت شايف اهو، ادي المساحة بتاعته حوالي 60 سنتي 70 سنتي كده. طول على قد ما تقدر يعني، وهتقوم جوز زي ما انت شايف كده، وتلفه على الحاجه. بس برضو ما تحاولش ان انت تملاها قوي قوي للاخر، يعني حاول ان انت تعمل مكان ان هو يتربط كويس. طبعا انا مش هيبقى بنفس المنظر اللي انت شايفه ده لان ده فاضي اهو. هتقوم جايب الحبل زي ما انت شايف كده، وتعدي الطرفين الاتنين من الحته اللي هي الايه اللي هي في تحت ايدي دي، تحت ايدي اليمين اهو. هتعدي منها وتشد بقى على قد ما تقدر. تمام. واضحه كده، اظن ان هي واضحه في الفيديو كويس قوي يعني. حتى انك تشد لحد ما البتاع تلاقيه معاك وقف خلاص، ما عادش فيه مساحه اللي انت تشد. كل ما بتشد كل ما بيزر عليها اكتر وما يخليش نفس. يعني طبعا احنا بنعمل الكلام ده عشان ان ما يهويش الكيس، ما يدخلوش هوا من جواه يعني، عشان الحاجه ما تبصش. ولو قعدت معاك 5 6 اشهر ولا يجرى لها اي حاجه، ممكن تقعد سنه كمان ولا تزعل، طول ما انت قافلها كويس. وتقوم عايدها عقده كده، تشد الطرفين ماشي، وتقوم عايدها عقده عاديه، ربطه عاديه اهي. والتانية تبقى زي ايه، زي نظام الفيونكة كده، عشان انت لما تيجي تفكها تبقى الفككان بقى معاها سهل يعني. تمام. برضه هوريك الحته بتاعت الخرم دي، لو في حاجه قطع مثلا حصل في الكيس زي ما قلت لك، هوريك برضه لو حصل في الكيس قطع ماشي. انا عندي برضه كيس اللي على اليمين اللي انا واقف عنده ده، وانا بعبيه حصل فيه خرم كده بسيط ماشي. هتقوم جايب كيس بلاستيك، اي كيس بلاستيك عندك، او حته مشمع، حته من مشمع اللي هو برضه البلاستيك ده،
وتقوم حاططها مكان الثوب اللي هو القطع اللي معمول ده اهو. هطلعه لك برضه اهو عشان اوريك، بحيث ان انت تبقى واخد بالك من كل حاجه اهو. كيس عادي اهوت، كيس عادي من الاكياس اللي هي العاديه بلاستيك، واقوم جاي حاطه في نفس المكان اللي هو فيه القطع. ولو انت شايف ان القطع كبير، هتقوم جاي وانت بتعبي في اول مره خالص لسه بتعبي، ما قطعش يعني وانت بعد ما عبيت، لا وانت بتعبي هتقوم جاي حاطط الحته دي، تجيب حته مشمع كده وتقوم قاطعها على قد ايه او اوسع منها شويه، وتقوم حاططها ايه قدام الخرم لحد ما تعبي، هتلاقي البتاع مقفوله تمام وما فيهاش اي مشكله. طبعا انا كده الحمد لله، يا رب اكون وصلت لكم المعلومه. مش محتاج منك حاجه غير دعوه، انا مش هقول لك بقى اديني لايك وتعليق والكلام من ده، لا يا عم، انا عايز منك دعوه بس لاخوك، تدعي لي بس بظهر الغيب وخلاص، مش عايز اكتر ولا اقل. تحياتي ليكم. لو حد حابب اي فيديو تاني او اي حاجه ان شاء الله نشرحها بعد كده ان شاء الله انزلها لكم، واسف على التاخير، والسلام عليكم.